ماذا يا ابن سليمان شاهر؟ ماذا حدث؟ هل أكل القط لسانك بعد أن سمعت هذه الأخبار من كارا جسار؟ أخي، تكلم. ماذا ستفعل الآن؟ كلامك الفارغ هذا بأن المصائب سببها قطاع الطرق فقط ماذا سيفيدك الآن؟ هل ظننت بأنك ستنجو من هذه المصيبة بأن ترمي أخطائك عليهم؟ كل منا يملك الشر والخير داخله سيد أورال، ونحن من يعطي القوة لأحدهما ليفوز بها على الآخر. ونعلم جيدا من اختار الشر الذي في جوفه. إياك أن تلوي كلامك يا سيد أرطغرل، قل ما تقصده مثل الرجال. من أحرق سجاد القسطنطينية، ومن قتل محاربي، واتفق مع كاراكان، واتفق مع فرانسيسكو أيضا، هو الكلب نفسه. ومقصد كلامي هذا أني سألاحق ذاك الكلب، وسأجعله يختنق بكل نفس يتنفسه، وفي كل خطوة يخطوها سيرى الموت يحاصره. ومن هو هذا الكلب؟ أخبرنا لنعرف. أم أنك لا تجرؤ على قول كلامك وأنت تنظر في عيون الرجال؟ هل هذه هي رجولتك يا سيد أرطغرل؟ بامسي، سيد أرطغرل، أخي، ماذا تفعلان؟ توقف سيد عليار، فهذا أمرهما، دعوهما. سيد أرطغرل، هذا يكفي. نهاية هذا ستكون أرواح الكثير من المحاربين. ذاك الكلب لا يهم أبدا في ظل أي خيمة يحتمي، فلا شيء سينجيه مني. الشخص الذي حاول قتل ولدي وزوجتي، والذي وضع عينه على سوق الخان، لن أتوقف قبل أن أهدم خيمته فوق رأسه. هذا ما لدي لقوله. وسوستك هذه ستحرقك، واتهاماتك ستصبح قبرك. أخي، يكفي.